الساده او الساده المشاهدين معانا يشوفوا او على الطبيعه كيف يتم الاستيلاء على المال العام. تفضل يا استاذ خالد، هذه المستندات معنا ويحسب لنا جهينة راعي برنامجنا، ولكن امام الحقيقه لا توجد اي مصلحه من اي نوع، لان احنا لا نريد الا الحقيقه. يعني اعتقد ما فيش برنامج في الدنيا بيدخل الراعي بتاعه بجمله مفيده بحاجه، يعني ما لنا الله بعد كده. اتفضل. الاولاني، الخطاب الاولاني معانا على الشاشه على فكره، انا بس اطلعه من هنا. اتفضل. الخطاب الاولاني ده خطاب رقم 34101، ده صادر لشركه جهينة ومتحرر في 27/6/2004. بيقولوا لشركه جهينة: يا شركه جهينة ادي اداره الاعلانات، هنلاقي اهو نرجو تسليم الساده من اسره الاهرام اللي هو اداره الاعلانات، واحد اسمه السيد خالد حسن، ادوا له بضاعه مقابل 135,000 جنيه. واللي ماضيه تحت هنا هدى عبد الله وختم مؤسسه الاهرام. المفروض ان شركه جهينة ما عندهاش غير يا البان يا زبادي، فكون اداره الاعلانات تجيب البان وزبادي وتتأيد على اساس انها هدايا، كلام لا يعقل. وبعد كده في جواب تاني، لو حضرتك نجيب الجواب التاني. 140,000 ده ب 140,000، نفس القصة ونفس الشخص خالد حسن. هنقول بس ملاحظة كده سريعة، ان دايما الخطابات اللي بتطلع بتاعة البضاعة لازم يبقى الاسم ثلاثي. مين خالد حسن ده؟ محدش يعرفه. محدش يعرفه. ومين ابناء شقيق الاشقاء كابتن حسن؟ نعم يا فندم. ومين ابناء شقيقه؟ لا دي لسه احنا هنكمل. انا لسه انا بقول القصه ان دي بضاعه المفروض انها جايه مقابل اعلانات. المندوب بتاع الشركه دي في الاهرام حسن حمدي ادى هذه الشركه في المحفظه بتاعه مصطفى حمدي ابن شقيقه. يعني مصطفى حمدي هو المسؤول عن جلب هذه الاعلانات، يعني هو اللي بيجيب الاعلانات من شركه جهينة عشان تتنشر في المحفظه، في قلب المحفظه بتاعته شركه جهينة. وعلى الجانب الآخر في شركة جهينة مدير الدعاية والإعلان ابن شقيقه برضو هاني حمدي. يعني بقت أمر الإعلانات بتاع الشركة دي اللي هي شركة جهينة شأن عائلي خاص لكل من السيد حسن حمدي والسيد هاني حمدي والسيد مصطفى حمدي، شأن خاص. وعشان كده كان بتاخد امتيازات خاصة، ان يتنشر لها اخبار، ان تاخد تخفيضات، ان تتحط في مكان